يشيلون الى المجمع الجديد اللي بنت لهم وياه الكويت بفلوسها وليس بفلوس العراقيين. تخيل انت هاي القريه لو الكويت ما لها علاقه، يعني هو ترسيم حدود وما بانيت لهم مجمع، تخيل الحكومه العراقيه شو تسوي؟ راح تفلش بيوتهم ويقول له روح ابن بيتك، هاي خرايبك وبلوكاتك وبانيهن بطين وجص، روح ابنيهن بغير مكان وسقفهن بشينكم. لو ابو الجعل ما يحب ريحه الطيبه، ولكم مو كافعات، ولكم خزيتونا، والله خزيتونا، ولكم مو فضحتونا، ولكم ما خليتونا سكه بين العرب، ما خليتونا قيمه، ولكم اني جاي دافع عن بلدي، عن العراق. العراق وين رايح؟ شنو هذا مستوى العقليات اللي جاي تطلع بيه؟ انت اذا عندك شك باي موضوع معين انت تروح على الكويت تحاشيهم، لو تروح على حكومتك تحاشيها، تروح على برلمانك، تروح على سياسيينك. الكويت شنو علاقه؟ ولكم والله هاي التهجمات وهذا الحكي لو شايفه على ايران اللي يبال على العراق من الطول للطول، والله كان افتخرنا به، كان قلنا عافيه والله والنعم. لمبالغتك ايران من الطول تتدخل حتى بالشرطي تنقله من مكان لمكان الا بامر ايراني. هسه الكويت ما تدخلوا لا بيك ولا بحكومتك ولا بسياستك ولا بعشائرك ولا بقرارك السياسي ولا بتعيين حكومتك، ولا لهم علاقة لا من بعيد ولا من قريب. والكويت قدمت مساعدات للعراق قبل الغزو وبعد الغزو تعد بمئات بعشرات المليارات. ما كافي عاد هاي القوانين المشروخة، مو لعبة نفسنا، والله لعبة نفسنا. انتوا اللي تريدون من الكويت بالضبط شنو؟ تريدون تحالف دولي جديد يجي يشحك على رؤوسكم بالقنادر؟ شنو اللي تريدون من الكويت؟ ايش عندكم صار ويا الكويت؟ منو قال الكويت عراقية؟ عبد الكريم قاسم انعلشته ونعل على ايده ونعل على روحه، وكل من نطق بهذا المنطق العفن انعلشته وانعل روحه. واذا اكو ترس وكلب ابن كلب ادعى هذا الادعاء فالعراق تابع تركيا. العراق تركيا عثماني، تركيا حكمت العراق 400 سنة، لازم يرجع العراق لتركيا. شنو رايك بهذا الحكي؟ خاف شفت لك كم كلب اجرب طلع اتمنطق وادعى الكويت هذا، فالعراق كله تابع تركيا. زين ولا لا؟ الكويت تبعت اداريا للبصره بقرار عثماني، مجرد اداريا بقرار عثماني ولفتره بسيطه وقليله جدا، بينما العراق تبع الى تركيا 400 سنه. فالعراق لازم يرجع لتركيا. العراق عثماني، العراق تركي. تريد بهذا المنطق نحاكيك؟ ولك استحوا شويه، ولك شويه خجلوا، خجلوا، كافي همجيه، كافي هاي المظاهر اللي تلعب النفس اللي جاي يشوفها. انتم ما عندكم حكومه، ما عندكم برلمان، ما عندكم سياسيين، ما عندكم رئيس وزراء. انت شنو طالع مهتلف حافي؟ انت شو فهمك بالوضعيه؟ ايش بدريك انت شنو اللي صار وشنو اللي جاي يصير؟ والكويت ما يعتدي، والكويت ما تعتدي، والكويت ما تعبر حدودها ولو بسنتيمتر واحد. هاي المظاهر الهمجيه اللي تفشل وتخزي ترى ما موجوده لا بالشعب الكويتي ولا بكل الشعوب الخليجيه الموجوده بالمنطقه، موجود بس عندنا بالعراق. كل من صاير حكومه بكيفه، عنده موبايل وعنده فيسبوك ويطلع وينشر ويسولف ويصدر بيانات بكيفه، وهذه كلها تاثر عليكم مو على غيركم. هاي لا تاثر على الكويتي ولا تاثر على السعودي ولا تاثر على غيره، تاثر عليك انت وحدك. صلح امورك ويا اخوانك العرب، راح يفيدوك ما يضروك، والله ما يضروك. ولكم يا مسلمين والله ما يضروكم. شوي انتبهوا، انتبهوا، تعبنا وياكم مثل اللي لازم له طفل ويعلم به.
تعبنا وياكم. بحياتها الكويت ما جابت أي مضرة للعراق، وأنت يوميا طالع لي واحد والكويت سرقة النفط، والكويت سرقة النفط، والكويت أخذت تعويضات. الكويت قال لك تعال ارجيني يا عمي، حتى بعدين يجيبك يسويك دقدق وياخذ، طبعا ياخذ تعويضات. انتوا ايش خليتوا بالكويت؟ الكويت اخذت تعويضات ماديه فقط، والماده هي مو كل شيء. انتوا ارتكبتوا جرائم، قصدي على اللي ارتكبوا جرائم بالكويت، ارتكبتوا جرائم بالكويت ما تعوضها كل ماده العالم ولا كل فلوس الناس. تخيل نفسك انت تفقد شيء عزيز عليك، تعوضه بالمادة، تبيعه. إذا تبيعه أكو من يشتري. ترى ما عباكم هي بس مسألة مادة وفلوس. خلونا ساكتين، مو أكو أشياء ما نقدر نحكيها. عيب ارتكبوها العراقيين بالكويت، ما يسويها بس ابن الحرام، بس المو شريف، بس اللي ما يعرف أبوه منه. ويوميا طالع لي واحد الكويت اخذ تعويض، ياخذ تعويض غصبا على شاربك وشارب ابوك، لان انت المعتدي، انت طبيت عليه، وانت قتلته، وانت هجرته، وانت حرقت بيته، وانت سلبت امواله، سلبت حلاله، وقتلت شبابه، طبعا ياخذ تعويض. شو يسوي لك؟ ويوميا طالع لي واحد الكويت تسرق نفطنا. عم الكويت ما راك انت تسحب نفطك من داخل اراضيك؟ شو ما فد يوم سمعنا كويتي طلع من العراق من استخراج نفطه. هسه غيركم من واحد يحكي عنده حجه حتى واحد يفهمها ويقول حقه. هاي ترسيم الحدود مال خور عبد الله ومال غيرها ومال زين. حقل الدره شو لكم بيه؟ انتم يوميا طالعين هاي قبل فتره حقل الدره مالنا وحقل الدره عندنا. شو تريدون؟ تريدون تزودون حصه ايران؟ خاف ايران عايزه نفط، لك انت مو هذا غازك ببلدك دا يحترق، ولك الغاز العراقي وينه؟ مو جاي تحرقوه. ليش ما تستخرجون الغاز العراقي؟ ليش ما تروح تحاسب حكومتك تقول لهم هذا غازي جاي يحترق؟ ليش تشترون غاز من غير دول؟ ليش صرفتوا 81 مليار على الكهرباء؟ وينها؟ وين الكهرباء؟ بس هاي بس تعرف الكويت؟ يعني ما عندك غير هاي السالفة؟ إذا تردون هذا الموضوع من تشوفوه بفسحة وبمجال لتفريغ غضبكم عن الأشياء الأخرى، فأنا أقول لكم عيب عليكم. فرغ غضبك على الشيء اللي يغضبك هو تحديدا. هذا مبدأ اللي أحاكيك يا بنيتي وسمعك يا سنتي مدري شلون، هذا تركوه عيب. هذا يستخدمه بس الجبان وبس عديم الشخصية وعديم المفهومية. عندك قضية ويا حكومتك، اكو برلمان واكو طرق سياسية واكو طرق قانونية، اقعد ويا حكومتك وحاسبهم إذا تقدر، يعني مثلا حضرة جنابك الكثيف. وإذا ما تقدر فاللصم وشد حلقك وكافي مهزلة، كافي مهزلة. ترى خرقتوها وطلعتوها من معونها. ترى خليتوا العراق نموذج أعلى بين دول العالم بمستوى الجهل والأمية والتخلف. نموذج مخجل ومخزي وصل للحضيض. لا يومية قالت الكويت، حكت الكويت مو بحالك. ترى الكويتي ما يندلك وين الله خلقك. الكويت عنده قانون دولي يحميه منك ومن غيرك بشكل قانوني. لا يبيعون عنتريات ولا يتهددون على أحد ولا يتوعدون على أحد. أكو قانون دولي وأكو تحالف دولي يحميهم من أي معتدي. وشفنا يمكن إحنا العراقيين شلون من دخل التحالف الدولي شلون جطل العراقي بالقاع وداس على راسه بالبسطال. اعتقد ما صار لها هواي المسألة حتى تنسوها، وما صار لها فضائح سجن ابو غريب فترة طويلة حتى تنسوها. من عروا العراقيين بدون ملابس وخلوهم واحد يفعل بواحد. لو نسيتوا